اليوم عبد الرزاق حمد الله في القائمة التاريخية لهدافي الدوري السعودي، دوري المحترفين السعودي، يعني من 2009 حتى 2024. يتصدر هذه القائمة عمر السومة هداف النادي الأهلي الأسبق، لاعب السوري، اللي برصيد 144 هدف، وهو الهداف التاريخي لدوري المحترفين السعودي. الآن عبد الرزاق حمد الله يقترب منه، صار عنده 127 هدف، تجاوز ناصر الشمراني اللي تراجع للمرتبة الثالثة، ويليه محمد السهلاوي لاعب نادي النصر الأسبق أيضا عنده 105 هدف، ثم جوميز لاعب نادي الهلال الأسبق عنده 81 هدف. يعني قدام عبد الرزاق حمد الله 17 هدف. لو استطاع عبد الرزاق حمد الله يسجل 17 هدف راح يتساوى مع عمر السومة. عماد، ويحسب له ليش؟ لانه بعدد اجانب عبد الرزاق حمد الله بعدد اجانب اكثر. عبد الرزاق حمد الله